ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا دايما بخير. معلش اتأخرنا عليكم الفترة الأخيرة، ما نزلناش حاجة، بس راجعين المرة دي بفيديو جامد قوي، يا رب يعجبكم. آه دي كانت سفريتنا للعين السخنة، وأول مرة أصلا نروح العين السخنة. فكانت تجربة جديدة بالنسبة لنا، وقررنا ان احنا نروحها بالعربية. المشوار كان طويل شوية علينا، كان حوالي 4 ساعات. بس الحمد لله يعني متحركين من بدري ووصلنا بدري. هنا بقى كنا دخلنا المكان، احنا كنا رايحين منتجع الجلالة، فندق الماجستيك، ماجستيك الجلالة. هنا احنا قعدنا شوية على ما نوصل للفندق، لان الطرق هناك داخلة على بعضها قوي، فعمال نلف ونرجع نلف ونرجع لحد الحمد لله ما وصلنا. وهنا كانت البوابة بتاعة الفندق بقى، وهنا دخلنا الريسبشن. بصراحة يا جماعة الفندق عالي، يعني بطريقة مستوى عالي جدا. انا هقول المميزات والعيوب اللي قابلتنا فيه، بما ان الواحد يعني راح كذا فندق قبل كده ف عارف. بس بصراحة الفندق التصوير ظلمه قوي قوي. هو ما شاء الله الفندق على مستوى عالي. الستاف اللي شغال هناك راقي، واسلوبه راقي جدا، بيقابلك بابتسامة من بره. ممنوع ان انت تنزل شنط او حاجة، هو بيجي يفتح العربية ينزل لك الشنط، بيستقبلك جوه. كل حاجة اتفضلوا جوه، احنا هنعمل كل حاجة، هنوصل لك كل حاجة. خدنا جولة في المكان على ما نستلم الغرف وكده. احنا كنا واصلين حوالي الساعة 10:30 11، والتسليم بيكون او واصلين 11 وشوية حاجة زي كده، فالتسليم بيكون من 12 واحدة. فقلنا ناخد جولة في الفندق نتفرج عليه ونتعرف يعني، ولحد ما التسليم ده بقى الغرف. بس ده الدور التحتاني، الريسبشن كان فوقنا بدور، وده الدور اللي تحت. فكل دي شاليهات أرضية. هي عالية عن الأرض، لأن في جراج كمان تحت الفندق، في جراج كبير جدا تحت الفندق، هنوريهولكم برضو. وهنا ماشيين قدامنا، هنا هننزل على سلم هيودينا بقى قدامنا كده البحر. المنظر كان تحفة، الواحد كان جاي من طريق سفر بصراحة. أول ما شاف المنظر، احنا كنا شايفين صور الفندق على النت، بس لا، الطبيعة حاجة تانية. يعني أنا دلوقتي بتفرج على التصوير، لا التصوير ظالم الجو هناك. ودي فيلل تبع الفندق برضو، اللي بيأجر فيلل وبيأجر شاليهات، بتأجر غرف، سويتات، أي حاجة انت عاوزها بتأجرها طبعا يعني. وبصراحة الفندق هناك أسعاره غالية، يعني الأسعار هناك غالية بصراحة. هنا نزلنا قلنا نستكشف كده ودي هنا شاليهات أرضية. والبسين بقى اللي هو البسين اللي هو الرئيسي، ده أكبر بسين شفته في كل الفنادق اللي أنا روحتها لحد دلوقتي. بسين حجمه كبير قوي قوي ما شاء الله. يعني هو الفندق ما فيش فيه إلا البسين ده الكبير، وفي بسين خلفي ورا للفلل في وسط الفلل يعني، بس بسين مفتوح أي حد يقدر في الفندق يدخله ينزله عادي. وفي هناك عند البحر برضو هوريكم في 2 بسين، بس بسين أطفال، لكن ده اكبر واحد. يعني ده ما شاء الله مساحته كبيره قوي قوي، تلم النزله بتاع الفندق كلهم. هنا شكل الفندق، وهنا الشازلونجات بتاعه البسين ما شاء الله. يعني شوفوا البسين حجمه قد ايه. واحلى حاجه ان هو مش عميق قوي، يعني عمقه لا بيوصل، يعني انا قصيره بس عمقه بيوصل لحد قبل الرقبه، فبتقف فيه مرتاح يعني. هنا قلنا نروح نبص بقى على البحر. مساحة الجاردن هناك كبيرة بصراحة يعني. وفي هناك دي اللي على شمالنا دي منطقة ألعاب أطفال، كنا رحنا برضو فيها بالليل. فكذا لعبة كده للأطفال يعني بيروحوا يلعبوا فيها بالليل. وعامة الفندق أصلا لسه شغالين فيه، وهي مدينة الجلالة ذات نفسها لسه شغالين فيها يعني. واحنا رايحين للفندق كان في هناك مجمعات مطاعم ومجمعات ترفيهية، وهيبقى في هناك زي سوبر ماركتات كبيرة وحاجات من دي، بس كل ده لسه مش شغال، لسه بيشتغلوا فيه يعني عامة. وهنا برضو في الفندق نفسه بيعملوا فيه كذا شاطئ كمان. يعني احنا كنا واقفين كان فيه كذا شاطئ الناس شغالة فيه، لسه بيفتتحوه. يعني هو اصلا الشاطئ بتاعه في شاطئ رملي، وفي شاطئ تاني بننزله بسلالم بينزلك على عمق في البحر على طول. انا هوريكم الوقت برضو. هو هنا الفندق جنب الجبال على طول، فكان بصراحة الجو حر، بس حر مقبول. يعني اللي راح شرم عارف ان الجو في شرم نار،
بس العين السخنة بيجي كل مرة والتانية كده تحس ان فيه شوية هوا. اوقات يكون الجو حر قوي قوي بصراحة، واوقات يكون انت ممكن تستحمله. لكن الغردقة هواها بالنسبة لي كان احلى من الاتنين، يعني الغردقة هواها احلى. لكن الفندق هنا ما شاء الله يعني مستواه عالي، مهتمين بتفاصيل كتير. انا عجبتني التفاصيل. المهم يعني هنشوفها مع بعض. هنا ده اللي قدامنا ده الشاطئ اللي هو المفتوح على البحر على طول، ده الشاطئ اللي هو الرملي. هو فيه صخور بس مش الصخور اللي هي بتعور، اللي هو زي الصخور اللي هي الناعمة اللي هو انت ممكن تقف عليها، بس برضو محتاج شوز يعني عشان تقدر تنزل البحر هتبقى محتاج شوز. هنا بقى اللي هو البحر التاني، اللي على يميننا وشمالنا دي بسينات، بس بسينات اطفال. انت كبير عاوز تنزل فيها تنزل فيها، بس احنا بصراحة ما جربناش، يعني احنا كنا بننزل اللي هو الكبير اللي هناك. هو حتى هم عاملين شازلونجات للاطفال، حجمها صغنن كده بس جميلة. منظر البحر كان يهبل. الساعة كانت 12، الساعة كانت 1 الظهر، والجو كان نار، بس المنظر كان عاجبني قوي. هنا بتاع البشكيرات طبعا بقى الناس عارفة ان انت بتستلم كروت بعدد الافراد، بتستلمها في الريسبشن، بتروح في اي منطقة في كل مكان، الشط هنا والبسين هناك، واي بسين بيبقى موجود علم بتاع بشكيرات، بتسلمه الكارت، بيديك البشكيرات وانت ماشي بترجع البشكيرات وتاخد الكروت بتاعتك. شايفين يا جماعة منظر المية تحفة. المهم هنا بقى استلمنا الأوضة الحمد لله. الأوضة رهيبة ومساحتها جميلة قوي قوي قوي، والتفاصيل انا عاجبني فيها التفاصيل والديكوريشن الإضاءة. هنا بقى بينزل لنا ازازة المية كل يوم. طب نبدأ بالحمام. هنا الحمام دي الكابينة بتاعت الاستحمام يعني، وطبعا فينا اللي هو 2 بشكير و2 فوط، وفوطة اللي بتبقى على الأرض. حاطين شامبو، شاور جل، بلسم، بادي لوشن، حاطين بونيه بيتلبس على الشعر، حاطين اللي هو القطنة بتاعت مزيل الميك اب، وهنا استشوار طبعا، وحاطين صابونة والمراية اللي هي الليد والتويلت طبعا. هنا بقى مراية، وفي هنا ترابيزة مكوى ومكوى، انا جربتهم تحفة. الخامة يعني الماركات اللي بيستخدموها بصراحة ماركات جميلة يعني. وهنا الدولاب طبعا والخزنة، وهنا كانوا حاطين كيس اللي هو اللاندري الغسيل اللي بينزل، وهنا كانوا حاطين ابرة وخيوط وزراير، وكانوا حاطين ورنيش للشوزات يعني. وهنا طبعا الكاتل، كوبايات شاي، نسكافيه، سكر، بيطلع كل يوم ازازتين ميه. وهنا الميني بار. بس انت خلصت الميه بتشتري بقى. الميه هناك ما شاء الله يعني ازازه الصغيره ب15 والكبيره ب30، اسعار سياحيه يعني. هنا طبعا بقى التسريح والمنيو والتلفزيون كان هناك كان رهيب. التلفزيون متوصل بالنت على طول، انت بتفتح بتلاقي اجدد الافلام موجوده، اجدد المسلسلات موجوده، عربي اجنبي تركي اي حاجه انت بتحبها، والكرتون الاطفال كله من على النت. كل حاجه على النت بتفتح تلاقيها، مش بتحمل حاجه، كله شغال وشغال ما بيقطعش يعني. النت هناك حلو، والاوض والفندق كله بيوصل لحد بره، النت شغال معاك، ساعات بيعلق وبيضعف شويه وساعات شغال تمام عادي. وهنا بقى هندخل البلكونه، كانت جامده شويه عليا، ما كنتش عارفه افتحها يعني. المهم فتحناه. هنا بقى الفيو بتاع البلكونه. هنا بقى الفيو بتاعي خلفي، اللي هو البسين التاني اللي بيبص على الفلل. الفلل دي تبع الفندق والبسينات دي تبع الفندق. وهنا بقى منظر البحر كان رهيب برضه يعني. هو كان ماسك البسين وماسك الخضره، الجبال، ماسك البحر. كان الفيو بتاعي كان عاجبني قوي بصراحه. هنا كان في ناس هنا في البسين. والجبال. والفندق اللي فوق ده فندق هيلز، فندق برضو طليب الجلالة هيلز. واللي تحت الكراسي البيضة دي مطعم، ده المطعم برضو هنصوره وكده. المهم الفيو كان حلو قوي. هنا بقى الطرقة. بصوا يا جماعة، مهتمين بالديكوريشن اللي في الطرقة، الازاز،
الموكيتات اللي مفروشة، تحس ان هي لا شيك شيك قوي. وهنا اللي هو احنا كنا في الدور الرابع اخر دور، وفي هنا سلالم وفي هنا اسانسير، يعني اللي مش حابب ينزل بالسلالم. هما كانوا 3 اسانسيرات بس كان الضغط عليهم جامد قوي، يعني احنا كنا بنضغط ال3 اسانسيرات ونستنى بقى اللي يطلع لنا فيهم. ما هو 3 اسانسيرات على الفندق كله. الديكوريشن، وكانوا حاطين جهاز كده بتحط الشوز بتاعتك بيلمعها لك، وفي ناحية بتلمع وناحية بتورنش. كانوا مهتمين بتفاصيل عجيبة، أول مرة أشوفها بصراحة. هنا الريسبشن بقى من فوق تحفة. طلبنا بقى الأسانسير بصوا احنا المشكلة ان هو ايه، الفندق فطار وعشاء بس، مفيش فيه اصلا الغدا. فاحنا كنا مسافرين خارجين من البيت 7 الصبح واصلين 11، فاحنا ملناش فطار يوم الاستلام. فالعشاء بيبدأ من 7 بالليل، فاحنا كنا جعانين جدا ومكناش واخدين معانا حاجة، فاضطرينا ان احنا نطلب حاجة من الفندق. بصراحة يا جماعة الاسعار هناك اوفر قوي، يعني هو انت يعني انت عاوز اللي يبقى جاي لك معاه بادجت عالي قوي. فالبيتزا كانت ب 230 جنيه، كانت ارخص حاجة اصلا. المهم ده الحمام اللي هو العمومي، اللي هو تحت في الريسبشن. كان ما شاء الله يعني كان رهيب. مش عارفه اقول عليه ايه، بس كان لا نضيف جدا جدا وكان جميل ما شاء الله. ده الفندق بالليل بقى. هنا كان بيتعمل حفلات بالليل للاطفال بس. وده كان الفطار، والاكل بتاعهم حلو قوي قوي ممتاز يعني، بس ما بيعاقبونا بحلاوه الاكل ان مفيش غدا. هنا بقى نزلنا البسين. هو يعني هي العيب الوحيد بالنسبه لي بس موضوع الاسعار، وموضوع ان هو كان طول اليوم مفيش سناكس خالص. يعني احنا كنا فاكرين قلنا اكيد طالما مفيش غدا على الاقل هيبقى في سناك على البحر على البسين، زي ما بشوف في الفنادق التانية بيعملوا اللي هو سندوتشات برجر بطاطس حاجات من دي، ان هو بيكون على الاقل بيكون في عصاير وميه فري طول اليوم. لا، الفندق مفيش فيه ولا عصاير ولا ميه ولا اي سناكس ولا اي حاجه خالص طول اليوم. انت لو عطشان بتشتري ميه، وميه غاليه. هناك حتى في سوبر ماركت تحت في الفندق، يعني مفيش فيه عيش، مفيش فيه جبن، مفيش فيه حاجات من الحاجات دي. هو اللي يتاكل فيه اندومي بس، بيبيعوا الاندومي كان ب 15 جنيه. فكان عقاب بصراحه موضوع الجوع ساعه الغدا ده. المهم هنا بقى كنا عند رحنا بقى نجرب البحر. المستوى بتاعه كان عالي لدرجة ان هو كان طالع، شفته كان طالع فوق اللي هو الستاند الخشب ده اللي هو المفروض احنا بنقف عليه وبننزل اصلا من سلالم عليه. بس المياه كانت رهيبة. انا بصراحة خفت انزل عشان كان في سمك كتير. هو صغير بس انا بخاف يعني. هنا بقى كنا عايزين نخرج، فاحنا مجرشين تحت الفندق، في جراج كبير تحت الفندق. الجراج ما شاء الله في 2 موظفين يعني، وعمال قاعدين تحت بيروحوا بقى يمسحوا لك العربية ينظفوها، بيفضلوا معاك لحد ما تركن ولحد ما تطلع. بصراحة ناس ذوق قوي يعني. كل الاستاف اللي شغالين حتى اللي بيطلعوا اسمه ايه الروم سيرفيس وكده، كلهم ما شاء الله بيبتسموا في وشك، بيشوفوا انت نفسك في ايه ويعملوه لك يعني. هنا كنا طالعين بقى من الفندق عشان نروح كنا عايزين نروح نتفرج على بورتو السخنة، يعني احنا بنسمع عنها وكده، بس كنا عايزين نخرج يم الفندق، يعني نروح نتفرج على المكان برا. مش بعيد على فكرة، احنا قعدنا بتاع حوالي ممكن 10 دقايق تقريبا، 10 دقايق وكنا في بورتو السخنة، يعني مش بعيدة خالص. هما بيسلمونا. ده الفندق بالليل كان بيبقى شكله رهيب بالليل يا جماعة، الإضاءة بتخلي شكله رهيب بالليل. توليبي الجلالة ماجستيك. بيسلمونا بون كده، كل ما بنيجي خارجين بنوريه لهم، وبياخدوا رقم الغرفة لحد ما بنيجي نعمل تشيك اوت بنسلم لهم الورقة دي بقى. ده الطريق. دي بورتو السخنة بقى، اكيد يعني في ناس هتبقى عارفاها، بس احنا كنا اول مرة ان احنا نروحها ونشوفها يعني. برضو الاسعار هناك سياحية جدا يعني.
هما بيعاقبوا الناس اللي بتروح هناك، ما اعرفش يعني الناس اللي عايزه تروح تتفسح هناك بيعاقبوها يعني. المهم ده كنا دخلنا حاجه زي مول كبير قوي، مش فاكره اسمه كان ايه. في بقى اللي هو تحت في سينمات مليان محلات، اي حاجه انت عاوزها، في اللي هو الديكورات دي حاجه زي الجبل كده، وميه، وبتأجروا بيأجروا اللي هو كان الموتوسيكل اللي في البحر ده بيأجروه. انا بقى كنا واقفين نتصور شويه، وكنا بنتفرج يعني على المحلات، على الاسعار، على الدنيا، يعني كنا بنتمشى بناخد فكره عن المكان وكده. وهنا بقى مليان بقى كافيهات، يعني كل شويه كافيه كافيه كافيه، واللي بيعمل عروض واللي واقف يندهلك، وهم مش عاملين اي استراحات مجانيه بحيث ان اللي تعبان لازم يدخل كافيه عشان يقعد. واحنا عملنا كده، احنا تعبنا من كتر المشي، فاضطرينا ان احنا اصلا ايه ندخل كافيه. ودخلنا يعني مكان لذيذ كده، شربنا عصير وقهوة ونودي لعبت شوية هنا. يعني يا جماعة هنا العربية دي بنركبها في راس البر وبنركبها في اي حتة تانية ب10 جنيه، هنا ركبناها ال10 دقايق ب50 جنيه. فشايفين الاسعار متفاوتة ازاي، بس مش مشكلة يعني، احنا قلنا هي فسحة وبتاع. هنا بقى كنا رجعنا الفندق، ونازلين بقى نجرش تاني العربية. والجراج كانت نزلته صعبة بصراحة. شفتوا هو على عمق قد ايه من الفندق؟ بس حلو يعني. انا شفت فنادق قبل كده مبقاش فيهم الجراج الخاص، العربيات بتفضل مجرشة بره الفندق او في اي مكان بره، فبتتعرض للشمس بصراحة بطريقة صعبة يعني. هنا بقى عملنا اصعب حاجة عملتها في حياتي. انا واحدة عندها فوبيا مرتفعات، ومحمود قرر ان احنا نروح نركب التلفريك. انا اصلا مكنتش مستوعبه، ما شفتلوش فيديوهات قبل كده. انا اعرفه بينقل من مكان لمكان، بس انا فاكره ان هو نفس المستوى. معرفش ان احنا هنطلع. انا كنت هنا بصرخ، وكنت فاكره ان احنا اخرنا اللي هو اللي قدامنا ده اللي هو العلامه دي. فما كنتش اعرف ان احنا نطلع عن كده. جماعه احنا طلعنا 9000 متر فوق الارض. انا كنت بنهار، اقسم بالله انا كنت بنهار. هو شرح لنا، بس انا برضو ما كنتش مستوعبه يعني ايه 9 كيلو برضو فوق الارض، مش مستوعبه. واللي هو الموظف اللي كان هناك قبل ما نطلع بقى عمال يقول لنا اساليب الامان ونعمل ايه، ولازم نقعد متوازنين وكده. وقال لنا بصوا حظكم بقى ان انتوا التلفريك بتاعكم هيبقى شفاف من تحت، هيبقى ازاز من تحت. قلت له ما شاء الله عليك وعلى اخبارك يعني. انا واحده بترعب، انا بترعب حرفيا. انا عماله ابص الاقي السلوك لسه مكمله يا جماعه، وبص الاقي الموضوع صعب. التصوير مش جايب، اقسم بالله ما جايب 1% من ضخامة الجبال وبعد المسافة عن الارض. ما هوش جايب، لا مش مصور. المنظر ما كانش بالسهولة دي. الجبال كانت حجمها مش طبيعي، كبيرة كبيرة، والصخور كبيرة قوي. واحنا كان باين الارتفاع، كان باين الارتفاع جدا. فانا قاعدة هنا، انا كنت بعيط. هو طبعا الفيديو مقصوص منه. انا كنت بصرخ، وكل شويه الاقي حد وعمال يقول لي ايه الاطفال معديه جنبنا عماله تضحك وانت عماله خايفه ليه. بس لا، انا واحده بركب الساقيه اللي هي بتبقى في الملاهي، بصرخ حرفيا والناس بتضحك عليا. فتلفريك ايه اللي اطلع فوق سطح البحر 9000 متر ده؟ فالموضوع كان مريب. انا قلت له انا عمري في حياتي ما هجرب التجربه دي تاني. الموضوع بياخد 20 دقيقه رايح، وبناخد استراحه هناك إيه برضو بتاع 20 دقيقة، وبنرجع تاني 20 دقيقة. هنا بقى كنا وصلنا بصراحة. أنا اللي كان مخليني منبهرة، انتوا ازاي وصلتوا فوق القمة دي؟ بنيتوا وفي فيلا يا جماعة، في مدن. احنا عدينا فوق مدن، وانا طالعة يعني للجبل فوق كده، عدينا على مدن مبنية. جماعة انتوا طالعين فوق تعملوا ايه يعني؟ خلاص الارض انتهت، طالعين تبنوا في مدن فوق الجبال ليه يعني؟ واللي هيشتري فيلا فوق 9 كيلو فوق سطح البحر، انت طالع فوق تعمل ايه؟ دي المحطة اللي احنا كنا نزلنا فيها. فبصراحة ابهروني يعني، المكان هناك ابهرني. انا بقى خلاص طالما وصلت على سطح على ارض مستوية، خلاص تمام، انا بالنسبة لي مفيش مشكلة. هنا بقى سبحان الله يعني، هنا بقى الجبال والبحر اللي هو باين بعيد قوي قوي، ده البحر.
وزارعين وبانيين وفي عمال وفي ناس وفي دنيا تانية خالص في المكان اللي انا فيه ده. فسبحان الله يعني احنا كنا عاملين طول الطريق سبحان الله. هم بنوا المحطات دي فوق الجبل ده ازاي، وبنوا الدنيا دي ازاي، وعملوا كل ده ازاي يعني، ما شاء الله. المهم كانت رحلة لذيذة عمرها ما تتكرر تاني ان شاء الله يعني. وهنا بقى الريسبشن. المطعم الفندق كان فيه 3 مطاعم رئيسية، كان فيهم احلى واحد بقى كنا بنحب ناكل فيه. بس هما بيبقوا نفس المنيو يعني، هو عشان بس عاملينه عشان زحمة العدد وكده، كل واحد يقعد هم عاملين 3 ستايلات مختلفة يعني ادخل الستايل اللي يريحك. احنا جربنا ال3 ستايلات. هنا بقى كنا خلاص عملنا تشيك اوت وماشيين، كنا حقيقة هنعيط بدموع ان احنا ماشيين بصراحة. الجو هناك بيحسسك ان انت حاجة فخمة كده، الدنيا هناك فخمة قوي قوي. هنا بقى كنا ماشيين معديين على الكارت. المهم في المجمل يا جماعة كانت رحلة جميلة وخفيفة وممتعة الحمد لله، اتبسطنا فيها. اتمنى انتوا كمان تتبسطوا من الفيديو ده ويعجبكم. يا ريت تضغطوا لايك واشتراك في القناة، واستنونا ان شاء الله. ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. اتأخرنا شوية في الفيديوهات الفترة الأخيرة عشان العيد وكده. بس احنا بقى خرجنا، احنا عندنا شقة في جمصة، فاحنا خرجنا منها المنصورة الجديدة، مفيش بينها وبين المنصورة تقريبا 10 دقايق. فروحنا بقى المنصورة احنا والأسرة بتاعتنا يعني عيلة جوزي وكده. رحنا بقى المنصورة هناك وقضينا بقى يومنا كان في المنصورة الجديدة. هوريكم بقى ان شاء الله الفيديو يعني. هنا دخلنا اول ما ندخل بقى المنصورة اصلا بتقابلنا اللي هي العمارات دي. المنصورة الجديدة يا جماعة ما شاء الله يعني، انا حضرتها. احنا كنا كل فترة بنروح نبص على المنصورة الجديدة. انا تقريبا حضرتها وهي لسه بتتأسس، وقبل ما حاجات كتير قوي تحصل فيها كنت كل فترة بروح. ما شاء الله يعني بنبهر بالتقدم اللي هو كان بيحصل فيها بسرعة. وهي ما شاء الله بقى خلاص يعني الشقق بقت مطروحة الوقت خلاص يعني، هم كل فترة بينزلوا مرحلة معينة بيطرحوها يعني اسكان وكده. في ناس كتير قدمت، وفي ناس تقريبا استلمت شقق، بس ما فيش حد سكن يعني، لسه الناس بتبقى ماشية في الإجراءات بتاعتها، محدش استلم شقق الوقت يعني. او برضو انا ما عنديش، مش ملمة بكل التفاصيل يعني، انا عادي يعني، انا بروح المنصورة الجديدة كأي حد ممكن يروح يتفرج، ياخد فكرة عن المكان، بتابع يعني الاحداث اللي ممكن تنزل على النت، الاخبار وكده. هي العمارات اللي قدامنا دي اللي كانت مطروحة اخر حاجة في الاسكان، تقريبا سعر الشقة 800,000 باين. كان تقريبا 800,000. في ناس كتير قدمت فيها يعني، احنا نعرف ناس قدمت كتير في المرحلة دي، وناس كتير ماشية في الإجراءات بتاعتها دلوقتي. هو بصراحة الأسعار هناك عالية يعني، بصراحة الأسعار عالية أوي يعني. احنا بتختلف عن الأماكن اللي فيها إسكانات تانية يعني. بس بصراحة يعني المكان هناك يستاهل يعني، انت كأنك عايش في دولة أوروبية يعني. المنصورة الجديدة تحفة. هتبقى هي يعني لما مدينة بتتأسس من الأول خالص بيبقى بصراحة مظبطين الدنيا فيها يعني. انتوا لو شفتوا الشوارع يعني، ده أكيد لما يبقى فيها ناس وعمار وكده الموضوع هيختلف تماما. الدنيا هناك منظمة جدا ونضيفة جدا بصراحة. بتبقى ماشي تحس ان في جو، لها جو مختلف، من انت مش في جمصة خالص، مش تبع جمصة خالص. ده تقريبا كومباوند جنة، مشروع جنة يعني الاسكان. بصراحة مش عارفة الاسعار ايه، بس اغلى لان دي جوه بقى. انت كل ما بتقرب للبحر الاسعار بتزيد. فتقريبا الشقة هنا 1,000,000 وحاجة يعني، بتبدأ من 1,000,000 وحاجة. بس انت بتشتري شقة تقعد معاك العمر كله في مكان اللي هو المستقبل، مكان راقي جدا بصراحة. ولسه في شغل كتير قوي يعني، هم لسه اصلا شغالين هناك، لسه في اماكن كتيرة تتعمر، زي مثلا على شمالنا كده لسه في حاجات كتيرة تتعمر. فبصراحة يا بخت اللي قدر ان هو يجيب حاجة هناك يعني، يا ريت فعلا كان معانا وكنا قدمنا. هنا دي مدرسة لغات،
المنصورة الجديدة فيها جامعة خاصة، وفيها جامعة المنصورة اللي هي الجامعة الأهلية تقريبا، مش متذكرة اسمها قوي، بس هي فيها جامعة زي جامعة المنصورة العادية، يعني جامعة حكومية وفيها جامعة خاصة، ودي كانت مدرسة خاصة. فهم لا يعني هم ما شاء الله تقريبا الجامعة الخاصة أصلا شغالة، فيها كام كلية شغالة، والجامعة الحكومية تقريبا لسه شغالين فيها. وهنا بقى دخلنا على القسم بتاع الفلل. هو من اول مسافة معينة كده لحد البحر فلل، مفيش شقق على البحر. يعني الشقق شفتوا زي ما احنا مثلا هنا الشقق على يميننا كده، احنا خلاص دخلنا الفلل بقى خلاص هي للبحر. الشقق بتقف عند مكان معين، بعد كده بقى الفلل. والفلل برضو انواع، يعني الفلل دي مثلا الفلل دي على حد علمي بتبدأ من 5 مليون مثلا، لان دي ورا، دي اللي في نص المنصورة. فيهم نظام الفلل اللي هي ايه لازقه في بعضها شويه، بيفصل بينهم وبين بعض سور كده، زي مثلا اللي هو النظام ده. كل كام فيلا كده بيبقوا بينهم بس سور، ويبقوا مشتركين مع بعض في جزء معين. وفي بقى قدام الفيلا اللي اسعارها بتزيد طبعا، في الفيلا اللي هي على البحر بتوصل 9 مليون تقريبا، يعني 8 و9 مليون، فأرقام ما شاء الله يعني. بس التقسيمة تحفة يا جماعة، يعني التصوير كمان مش مبين حلاوة المكان، يعني انت وانت هناك بتحس احساس كأن انت سافرت برا. النظام هناك حلو قوي بصراحة، حلو قوي يعني. واكيد برضو مش عارفة يعني هو لما يبقى فيها سكان هيبقى الدنيا ممكن تبقى بالنظافة دي والنظام ده ولا لا، بس الموضوع هناك احساسه حلو قوي. وهنا ده مهبط طائرات هليكوبتر، يعني المكان ده مهبط طائرات هليكوبتر، وكان واسع. شوفوا يعني كل اصلا الصحراء والحاجات دي اكيد هتتعمر وهتبقى فاهمة مشاريع كتير. المكان هناك واسع، يعني شايفين اصلا عربية على مسافة قد ايه، فالمكان كبير، والبحر قدامنا على طول اهو. هو هناك احلى حاجة ان الفلل اللي هي صف اول بصراحة يا جماعة خدوا فيو خلاص، انت واقف في البلكونة شايف البحر كله قدام منك، ومفيش بقى قدام منك حد، فخلاص. الفيلاج هناك برضو شكله جميل قوي، يعني عاملينه ستايل حلو. انا كنت رحت قبل كده السنة اللي فاتت، كانش في حاجة، يعني ما كانش بيبشرك ان هو يبقى المكان بالنظام ده وبالجمال ده بصراحة. وهناك على فكرة احنا نزلنا الشط مفتوح، بس مفيش فيه الخدمات اللي هي مثلا في جمصة وكده، هم لسه بس اي حد بيروح، هو الشاطئ مفتوح عادي، اي حد بيروح بقى معاك كراسي معاك شمسية، عاوز تروح تنزل تقعد براحتك عادي. شوفوا كمية العربيات اللي كانت في المنصورة الجديدة في مكان واحد بس، ما شاء الله. يعني الناس كلها بقت بتروح المنصورة الجديدة لان المكان هادي هناك لسه، واي حد بينزل البحر، والبحر هادي لان مفيش حد هناك، وفي اصلا مكان للباركنج، انت بعيد عن الشارع، يعني بتدخل كده الباركنج. شايفين يا جماعة منظر الفيلا شكلها تحفة، بس هم مهتمين قوي بالبلاج وبالكورنيش كده بتاع البحر. شوفوا يعني ده مثلا ده الكورنيش، وفي اصلا هناك اماكن كتير عاملينها بقى للفاست فود والمشروبات والحاجات دي، بس طبعا لسه ما حدش فتح الاماكن ده، او تقريبا ما حدش اجرها لسه. فهم لسه يعني لسه فيها خدمات كتير هتحصل، تقريبا مستنيين بقى لما الناس تستلم الوحدات بتاعتها، ويبدأ يبقى فيه سكان اصليين للمكان، فيبدأوا يهتموا بالخدمات اللي هناك. لكن هي المنصورة مفتوحة، يعني اي حد معاه عربيته وعاوز يروح بيروح عادي، يعني البحر مفتوح والبلد مفتوحة عادي، يعني تقدر تدخل فيها براحتك. احنا وقفنا العربية ونزلنا اتمشينا في المكان وتصورنا. والمكان هناك الهوا بتاعه حلو قوي، وتحس ان انت عشان المكان لسه مش ملوث بقى باي حاجه، بصراحه تحس ان المكان هواه حلو قوي. احنا فضلنا قاعدين شويه، انا مكنتش عاوزه امشي. واللي قدامنا اللي هو هناك في شماسي بيضه، ده شاطئ زاهية طبعا، شاطئ معروف يعني. شايفين الفلل هناك بقى، في الفلل حجمها اكبر من الفلل الاولانيه، وفلل مستقله قدامها جاردن كبير لوحدها وكده. كنا دخلناها السنه اللي فاتت، ما كانش معمول عليها السور
هما السنة دي عملوا سور حوالين الفلل لسكان الفلل بس اللي يدخلوا، لكن السنة اللي فاتت كانت مفتوحة ودخلنا واتفرجنا. مساحة واو يعني ما شاء الله، يعني ربنا يسعد أصحابها يعني ما شاء الله. هنا نودي انطلقت أول ما شافت البحر انطلقت يعني. بس الموج كان عالي قوي هناك، يعني الموج هناك كان يعني ما كانش حد يعرف ينزل، مش عارفة يعني الفترة دي كنا في جمصة برضه كان الموج كان عالي قوي. وهنا حتة تصوير بطيء كده، وابو نادي فرحان بنفسه، وحتى الحتة دي في الفيديو يعني. هي نودي الوحيدة اللي نزلت البحر، هي اول ما بتشوف البحر لا لازم اجري انزل البحر، بس عشان كانت وقعت في المية الموجة كانت خبطتها خفت وجرت. هنا كنا وقفنا قدام شاطئ زاهية، هو المكان مفتوح يعني يعني انت واقف فوق على البلاج مثلا زي ما احنا مثلا واقفين احنا شايفين كل حاجة اصلا. بس هو شاطئ خاص او مش شاطئ خاص، هو مكان يعني في بسين، في مكان بقى للاكل وللشرب وكده. انت بتدفع بس تذكرة دخول الفرد الكبير ب150، وبيبقى في ديسكاونت لو هما مثلا معاهم اطفال وكده. بس احنا اصلا يعني احنا كنا هناك الساعة 6:30، وهم قالوا ان هما بيقفلوا 7 او 7:30، فحسينا الموضوع مش بالسهل ان احنا ندخل يعني. بس المكان شكله حلو في بسين، واصلا لقينا ان البسين زحمه قوي، العيد كان مخلي ما شاء الله الناس كلها كانت بتخرج بره. هنا ده شاطئ، ده منظر الكورنيش. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تضغطوا لايك واشتراك في القناه، ونستنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ازيكم يا جماعه، ان شاء الله ناويه النهارده اكلمكم عن تجربتي الشخصيه لفندق شيراتون شرم الشيخ. الفندق كبير جدا ما شاء الله، يعني في شاليهات، في فيلل، في اللي هو الغرف بقى اللي بالفندق. وزي ما احنا شايفين ده المدخل بتاع الفندق كبير جدا، وفي صيدلية، وفي الوقت ده المدخل. هو اصلا اللي قدامنا ده المفروض ان هو ده الدور السابع بالنسبة للفندق، يعني البحر تحت والغرف فوق من تحت لفوق كده، والريسبشن اللي احنا بندخل منه ده هو الدور السابع بالنسبة للفندق. ده الريسبشن دلوقتي، بس انا بصور تصوير شخصي مش تصوير سياحي يعني، فهتلاقوا الفيديوهات تصوير عادي يعني. ده المكان اللي في الريسبشن بنشوفه ده ازاز، وبنشوف تحت بقى اللي هو الستايل اللي هو الغابة ده. بيتعمل هنا حفلات قدامنا هنا في الكوخ ده، والمسرح ده بيتعمل فيه حفلات. بس كانت الدنيا ساكتة شوية الفترة دي عشان دي كان عز فترة الكورونا، فكان الدنيا كانت فاضية اصلا في قلب الفندق، ما كانش فيه جست كتير. كان فيه سياح بس العدد ما كانش كبير يعني، كان عددنا قليل قوي. طبعا كانت الاسعار وقتها ارخص من دلوقتي برضو. ده الريسبشن، انا ما كنتش بعرف اصور قوي عشان لو كان حد ماشي حد موجود وكده يعني مبقاش فيها احراج برضو. ده كده الطرق، دي الطرقة بتاعة الغرف. الطرقة بتاعة الغرف بيبقى في اخرها الشباك الازاز الكبير ده، شفتوا الفيو بيبص بقى على البحر. الفندق يا جماعة كان تحفة تحفة تحفة، من احلى السفريات اللي سافرتها في حياتي كان فندق شرم الشيخ شيراتون يعني. ده البسين، بسين كبير جدا، وقدامنا هنا الشاطئ الخاص والبحر. الفيو كان حلو قوي، واحلى حاجة بقى في الاوض ان الاوض كلها بتبص على البحر، مفيش اي اطلالات جانبية خالص، كل الغرف بتبص على البحر. الوقت احنا كنا لسه رايحين بنستكشف عما نستلم الاوض وكده. دي زي بلكونة كده بتبص برضو بقى على البسين وعلى البحر دي الأوضة. ده الحمام كان جميل، كان جميل جدا ونضيف. اكتر حاجة عجبتني في الفندق ان الفندق كان نضيف جدا بصراحة. وارخم حاجة في الحمام بقى ان هو كان ستايل اجنبي، ما كانش فيه شطافة وكده.
وهنا في بار، في بقى كتل وفي مشروبات، وبنطلع كل يوم يحط مشروبات وازازتين ميه وكوبايات جديده وكده. الاوضه بقى كانت جميله قوي قوي قوي، واكبر اوضه فندق دخلتها بصراحه. يعني دخلت فنادق كتير، بس دي كانت اكبر مساحه اوضه انا دخلتها، وكانت مريحه وفيها كنبه، والتلفزيون بتاعها كان بيطلع ويدخل وكان بيتحرك وكده على حسب الاتجاهات انت عاوز تقعد فيها. والبلكونه كانت جميله، بس عيب شرم ان هي حر جدا، يعني ما كنتش عارفه استمتع بالبلكونه خالص. الجو كان نار. بس احلى حاجه ان الفندق مكيف من اوله لاخره، الطرق مكيفه، الاوض مكيفه، الريسبشن مكيف، كل حاجه انت ما بتحسش بالحر الا لما بتنزل تحت او بتقف بقى في البلكونه. شوفوا اللي هنا ده الفيو بتاع دي كلها الاوض، كل الاوض بتبص على البحر. ده كان الفيو. الفندق هتحسوا ان الشط فاضي والدنيا فاضيه عشان زي ما قلت كورونا. ده كان في بسين تاني كان كبير قوي برضو، احنا كنا بنستكشف كده. كان بس طبعا البسين ده بقى عشان العدد الجست كان قليل، ما كانش حد موجود في البسين ده. بس البسين ده اعمق بكتير من التاني، وهنا بقى في مسرح وحفلات، بيتعمل هنا حفلات. ودي المارينا بتاعت الفندق، بتاعت الشط. وده نظام الشماسي والشازلونجات بتاعت الفندق برضو. كان مريح، كان حلو بصراحة. وكان ميزة برضو ان الدنيا كانت هادية، كنا حاسين الفندق فندقنا كده، يعني كنا واخدين راحتنا بصراحة. هو كان في ناس يعني زي ما انتم شايفين كده، كان في ناس، بس كانت اوحش حاجة بقى الشط بتاع الفندق، شط صخري، ما كناش عارفين ننزل خالص، يعني كلها صخور. ما كانش شط رملي، فكان نزول المية، انا اصلا مش بنزل مية، بس نزول المية صعب. هي يمكن دي المنطقة الوحيدة اللي هي كان ممكن الناس تقف فيها شوية، كان الرمل موجود اكتر من الصخور شوية، بس برضو المية نفسها صخور، فيها صخور كتير اهي، بس يعني ممكن انت تقف فيها برضو شوية. ودي كان الفندق بيبص على جزيرة تيران وصنافير، هي دي جزيرة تيران وصنافير، كنت قدام الفندق على طول. طبعا التصوير كان وقتها ما كانش تصوير حلو يعني، بس على قدنا وقتها يعني. السفرية دي كانت من سنتين. شفتوا الصخور ازاي؟ ده الفندق، الاوض كلها هناك اللي هي ظاهرة دي، كل دي البلكونات بتاعت الاوض. فندق كبير كبير بصراحة، بس جميل ونضيف، والاكل بتاعه كان نضيف وجميل جدا. اكتر فندق انا روحته اتبسطت بالاكل بتاعه. المارينا كانت جميلة، ووقت الغروب كان حلو قوي، كنت بحب افضل اتفرج كده على الغروب واحنا على البحر. وده بقى جوه الفندق، كان السلم ده بيطلع على السبا، كان في سبا، كان في انشطه كتير قوي في الفندق، بس زي ما قلت لكم عشان الكورونا كانت الدنيا مقفله. وهنا بيعملوا كل يوم بالليل فقرات، بيجيبوا ناس تغني وكده طول بيبقى في سهرة باين من 9 ل 12 كل يوم. بس احنا كنا بنخرج، احنا كنا بنطلب عربية تبع الفندق وبنخرج بقى، كل يوم كنا بنروح مكان. وبس ده احنا كنا بقى مروحين. كانت سفرية خفيفة وكانت جميلة جدا بصراحة، واتبسطنا فيها، وفندق جميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه اي معلومة كنتم محتاجينها او تعرفوا عنه. لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك واشتراك في القناة ودعموني عشان انزل لكم تجاربي الشخصية مع الفنادق التانية اللي انا روحتها. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير دايما. النهاردة جاية معايا تجربة جديدة لفندق الغردقة هواي ريفيرا بيتش اكوا بارك. الاول بس كده عايزاكم تدوسوا لايك واشتراك في القناة
وتتفرجوا معايا على الفيديو. هنا كنا نازلين بقى من الأوضة، هنا الريسبشن كبير جدا بصراحة، يعني من أكبر الريسبشنات اللي شفتها في الفنادق اللي روحتها، متقسم أجزاء كتير قوي. في قعدات تحس ان هي كلاسيك، وقعدات مودرن. بصوا كبير جدا بصراحة. انا اسفة على التصوير عشان انا كنت بصور طبعا تصوير عادي بموبايلي كده واقف يعني، بس لما جينا ننزل بقى الوقت يعني على اليوتيوب كان لازم ننزل فيديو بالعرض، فكن بنقص بقى صورة وجزء معين من الفيديو. لكن ان شاء الله يعني المرات الجاية هاخد بالي بقى وانا بصور بالعرض عشان يبقى نزل الصورة كلها كاملة. هنا بقى كنا في الأوضة، ده الحمام. الأوضة كانت عادية يعني، الفندق الغرف بتاعته عادية، مش فيها حاجة واو يعني. والحمام كان عادي. طبعا الصورة مش كده، الصورة جاية كاملة وانا بصور كامل، بس طبعا يعني لما اتقسط ما مش ظاهر حاجة. الحمام كان فيه اللي هو استشوار في مراية. الحوض بقى ما كانش بيجي في الحمام شاور جيل شامبو كده، مش بينزل الحاجات دي، في بس الصابون بتاع الايد اللي هو الهاند ووش ده كده موجود بس على الحوض وخلاص. وهنا الدولاب. وهنا بقى الأوضة كان طبعا بقى في كاتل، في مية، في كوبايات، في مشروبات بتتجدد برضو كل يوم. هنا عشان كان معانا طفل يعني، كانوا عرفوا ان احنا معانا طفل، جابوا لنا سرير صغير، في تلفزيون، في كرسيين وترابيزة واباجورة كده واقفة. هو كان احلى حاجة الفيو بتاع البلكونة. كانت الأوضة بتاعتنا على البسين على طول، قدام مننا هنا البسين، ده بسين الأطفال، وجنب منه بسين بقى كبار. بس البسين ده كان أحسن حاجة فيه إن هو مش غويط، يعني كانت معظم الناس بتنزل فيه عشان مش غويط. هنا اللي هي الشاليهات بقى اللي هي على البحر، أو الغرف اللي هي بتبقى على البحر تحت على البسين. وفي غرف اللي هي على الشمال دي بتبص على البحر برضو، دي موجودة الناحيتين. وجنب مننا قدامنا كده على طول الفندق هوايلو جاردن اللي هو ورا الشاليهات دي على طول. ده بيدخل على ده، يعني الفنادق ده بتدخل على ده، بس طبعا كل واحد لابس اسورة، فمحدش ينفع يدخل يطلب حاجة من الفندق ده الا لو هو لابس الاسورة بتاعته. محدش ينفع يدخل الفندق المطعم او كده الا هو لابس اسورة الفندق بتاعه. ده بقى كنا تحت. هو بصراحة كان اكتر حاجة عجباني في الفندق ان هم مهتمين بالخضرة وبالزرع، يعني الاهتمام بتاعهم بالشجر وبالزرع كان حلو قوي، كان بيدي للواحد راحة نفسية كده وهو ماشي. بس طبعا عشان الجو كان بيبقى حر، والطريق من الغرف للبحر طويل، فبنمشي مسافة بصراحة. يعني كنا بنهبط عشان مثلا عايزين نروح، يا اما مثلا عايزين نروح البسين اللي على البحر، او عاوزين نروح على البحر، كنا بنمشي مسافة بصراحة. وهنا دي الاكوا بارك، هي بتفتح تقريبا مش عارفة، بتفتح من 12 ل3 او من 9 ل12، بعدين من 12 ل3، مش فاكرة. هي بيبقى لها 3 ساعات، فترتين في اليوم 3 ساعات. بس انا طبعا ماليش في الاكوا بارك خالص يعني. هنا بقى كنا ماشيين، هي دي الشاليهات اللي جنبنا على بص على البسين دي، مش غالية على فكرة. يعني هي الفرق بينها وبين الغرف العادية تقريبا زيادة، كان زيادة 200 جنيه 250 وقتها. دي الاكوا بارك بقى، اكوا بارك كبيرة بصراحة. المنظر مرعب يعني. انا بالنسبة لي انا طلعت فوق على اساس ان انا هجرب، بس لا، نزلت تاني. مش عارفة بصراحة، يعني اللي بيركبوها وكده مش بيخافوا يعني. انا جوزي ركبها ونزل فيها عادي، لكن انا لا. بس الفندق كان زحمة، مجموعة هواي تقريبا يعني، اللي سمعته واللي شفته لا، فيها اعداد كبيرة جدا. الفندق اللي احنا كنا فيه ما شاء الله كنا بنجري عشان ندخل المطعم، يعني لو كنا اتأخرنا عن ميعاد الفتح كنا تقريبا بنروح نلاقي الأصناف خلصت.
كنا بنفضل ندور على مكان عشان نقعد فيه. زي ما انتوا شايفين اصلا كنا بننزل مثلا نفطر ونروح بقى عايزين نقعد على بسين، حرفيا كنا بنلف على البسينات اللي في الفندق كلها عشان نلاقي مكان نقعد. فكنا في شهر 8، فما شاء الله يعني لا مليان. واللي كانوا معانا برضو في الفنادق التانية كانوا برضو بيقولوا ان هو الفنادق كلها مليانة. هنا بقى هو الفندق فيه تقريبا 5 بسينات وكلهم كبار. في اكبر بسين فيهم بتاع الاجانب. الاجانب هناك لهم بسين خاص بيهم، او للبيكيني، يعني اللي بيلبسوا مايوهات بيكيني وكده يقدروا ينزلوا، بس هم دايما سايبينهم للاجانب بس عشان يعني ما يختلطوش مع حد تاني او كده. لكن البسينات التانية في بسينات كبيرة أوي بصراحة، وفي بسينات غويطة للناس اللي هي بتعرف تعوم بس. هنا كنا بقى بناخد جولة وكده، وكنا رحنا عند الأكوا بارك وبعدين رجعنا تاني نكمل عشان نطلع بقى على البحر. كنتش عارفة طبعا أصلا عشان كان في ناس معدية وكده. هي حلوة إنها المسافة كبيرة كخضرة وتمشي وكده، بس كان صعوبتها في الحر، الشمس صعبة. بس برضو الغردقة بالنسبة لي أحسن بكتير قوي من شرم في الهوا. بس الجو بتاع الغردقة فيه هوا، فيه طراوة عن شرم. يعني كنا بنبقى قاعدين بصراحة لا فيه هوا جامد، شايفين حتى أصلا النخل بيتحرك ازاي. كل ما بنقرب على البحر بتلاقي الهوا جامد قوي. هنا بقى بيبقى في فرقة بالنهار كده، بيبقى في تيم، يعني هو تيم أجنبي أصلا، بيعملوا عروض كل يوم على البسين من بعد الفطار من الساعة 11 تقريبا. بيكونوا موجودين كل يوم بيعملوا عروض كده على البسين، وبالليل بقى بيعملوا فقرات. وفي ميني بار بيبقى موجود وراهم كده على طول. في بقى في هنا مطعم صغير كده بيقدم بقى اللي هو برجر وبطاطس وعصاير طبعا فور فري، يعني لأي حد نازل في الفندق. طالما لابس اللي هو الاسورة بتاعتك خلاص تمام، بتقدر تدخل تاكل وتشرب في اي وقت انت عايزه. وفي ملاهي على الشط على طول، وكان في العاب غير المرجحة دي. وبحر الغردقة طبعا جميل قوي، بس كان عيبه ان هو المية كانت راجعة لورا قوي وقتها. يعني شايفين من اول اللون اللي هو الغامق ده كان بداية البحر. كل ده انت بتبقى ماشي تقريبا جاي مش جاي لحد ركبتك، فانت كنت بتمشي كتير قوي قوي عشان تدخل جوه. وانا جربنا ننزل البحر، لا اتعورنا جامد، رجلنا اتبهدلت. احنا نزلنا المفروض بيبقى في مثلا شوز معين تنزل بيه عشان الصدف والمرجان والسهول والحاجات دي، بس احنا بصراحة ما كناش عاملين حسابنا وما كناش شوفوا الناس اصلا ماشية ازاي. والمارينا يعني كان اخر المارينا مش جايبة اول البحر تقريبا بقى، كان في باين مد وجزر وقتها، فالمية كانت راجعة ورا قوي. بس لا احنا لما رجعنا دخلنا بصراحة اتعورت، رجلنا اتعورت جامد، ولا كنا عارفين نطلع قدام ولا عارفين نرجع ورا. احنا فضلنا محشورين في المية مش عارفين نطلع. بس القعدة والمشي على البحر حلو عشان كان فيه هوا بصراحة يعني. ومية الغردقة جميلة طبعا، بس ما كنتش بشوف فيها اسماك زي شرم. يعني شرم كنت ببقى ماشية على المارينا شايفة اسماك كده حوالينا، يعني يمكن عشان كان ساعتها المية راجعة لورا ما كانش في اسماك. هنا شوفوا هنا في بقى اللي هي الالعاب دي، المراجيح والالعاب التانية والشезلونجات بقى طبعا موجودة. الناس بتقعد على البحر بالليل اكتر من النهار. يعني لما روحنا بالنهار كان كله موجود على البسينات وكده، لكن بالليل الناس بتحب تروح تقعد بالليل عشان الجو بالليل بيبقى خطير، بيبقى فيه هوا وبيبقى الجو رايق كده وبيبقى الجو جميل بصراحة. الشط بقى ده الاخره كده برضو الشط بتاع هوايلو جاردن، هما برضو نفس البحر زينا قريبين مننا خالص. هي المارينا التانية دي مارينا الفندق بتاع هوايلو جاردن. مجموعة هوايتي اصلا يعني كلها جنب بعضها على طول، سيزر وهواي. واحنا ريفيرا بيتش اللي هي على البحر، في قدام مننا بقى صف تاني ريفيرا
كلاب باين تقريبا. هو الفندق كان حلو بصراحة. هنا بقى خرجنا يوم كده، مش فاكرة المكان ده اسمه ايه، بس المكان كله عبارة عن يخوت ومطاعم، ممر سياحي يعني، هو ممر سياحي كده. الناس بتخرج بقى، في مليان كافيهات، مليان مطاعم، أنشطة كتير بقى، ناس قاعدة ترسم، ناس قاعدة تبيع حاجات، وفي بقى اللي هو اليخوت دي. خرجنا بقى اتصورنا، احنا كنا جروب يعني، هم خدونا بقى، كان في رحلات مجانية تبع السفر، فهم كانت دي رحلة من وسطهم، وكنا حاجزين غواصة. ده يوم الغواصة. هو ده كنا ركبنا بقى، ركبنا اليخت. وبصراحة يا جماعة كانت الرحلة كان فيها حاجات كده مضايقاني، بس اليوم بتاع الغواصة ده لا، جه بالنسبة لي عوض لي الايام اللي انا قعدتها في الغردقة. كان يوم رهيب، كنت اول مرة في حياتي اركب يخت في المية. انا اصلا بترعب من حاجة اسمها بحر واركب حاجة في البحر وكده، بس لا، انا كنت مبسوطة، بالذات لما نزلنا تحت عشان نشوف الاسماك وكده. مع ان السفينه كانت عماله، اليخت ده كان عمال يتهز بينا وانا تحت، كنت حاسه ان هو خلاص انا هنقع. بس الحمد لله. يعني هنا بقى كنا راجعين عن طريق طريق الجلاله الجديد. حتى ما بيفضلوا يقولوا يا جماعه محدش يبص لتحت، وهتحسوا ان هو في ضغط عالي في ودانكم وكده، وشويه وهيروح. بس كده، واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. يا ريت بس تضغطوا لايك واشتراك في القناة، وانتظروا ان شاء الله، يعني الفترة الجاية هنزل فيديوهات تانية، هيبقى التصوير احسن. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكويسين. معلش اتأخرنا عليكم الفترة اللي فاتت دي، بس كان عندنا مناسبة عائلية يعني، الحمد لله. بس ان شاء الله الفترة الجاية دي بقى قررنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر واكتر. كنا رحنا رحلة مطروح وصورناها في اول الشهر، بس عشان كنا موضوع المناسبة وكده والفرح يعني، فما لحقناش ننزلها بصراحة. فاحنا قلنا ننزلها بقى دلوقتي بقى، طالما فوقنا بقى ورجعنا تاني. احنا هنا يعني، هنا في بلدنا وكده، قالوا تعالوا نعمل رحلة ختاما للصيف يعني، ولقينا التذكرة بتاعتها سعرها معقول. فاحنا قلنا بما اننا بنسمع كتير قوي قوي عن مرسى مطروح، كان نفسنا نروحها من زمان بصراحة، بس كنا خايفين من موضوع السفر الطويل وانها بلد بعيدة وكده. قلنا خلاص نروحها طالما هي موضوع رحلة يوم واحد او يومين يعني. احنا قعدنا في الرحلة دي ليلتين. اه، قلنا خلاص تمام، نروحها نبص على، يعني لو البلد عجبتنا وكده نبقى نروحها كمصيف بقى، لو ما عجبتناش يبقى احنا رحناها وخلاص وشوفناها برضو. اه، احنا اتحركنا الساعة 10 بالليل، وصلنا تاني يوم الساعة 8 الصبح، ورجعنا اتحركنا الساعة 12 بالليل، واصلين تاني يوم برضو حوالي الساعة 9 الصبح، 9 10 الصبح كده، او متحركين 11 بالليل تقريبا. المهم هنا كنا وصلنا البلد. هو انا مش عارفة يا جماعة بصراحة، يعني انا مش عارفة هل انا، يعني البلد دي هل هي دي بقى فعلا مرسى مطروح؟ احنا لفناها من شرقها لغربها يعني، شفنا دخلناها من المدخل ورحنا، احنا كنا رايحين شاطئ المروة اللي هو بتاع الأبيض. البلد زي ما انتوا شايفين كده، أنا مش عارفة، أنا مش شايفاها بلد سياحية ولو بنسبة 1% بصراحة يعني. أنا بص، أنا عارفة إن في ناس كتير هتختلف معايا في الرأي ده، وإن مرسى مطروح لها ناس عشاقها يعني، أنا عارفة، بس مش عارف. وما كانش رأي الواحد يعني، احنا رأينا كلنا، ومش رأينا اللي هو كعيلتنا اللي احنا كنا رايحين، لا، الناس اللي معانا كلها. هل ما اعرفش، مش عارفة يعني، هل احنا ما شفناهاش بقى، شفناش فيها حاجات كتير احنا ما شفناهاش، ولا هي كده بس اللي احنا شفناه؟ ورحنا سوق ليبيا، ورحنا حمام كليوباترا، ورحنا هنا وهنا، لا، يعني اللي هي دي مش مرسى مطروح خالص اللي كانت في خيالي. هي البلد فيها ما شاء الله بحر زي الفل، هي فيها بحر 100 100، لكن كبلد لا، انا شايفاها بلد بدوية قوي يعني، مش بلد سياحية كده، مش مهتمين بيها يعني، بيوتها يعني، حاسة ان هي مظلومة، مش مهتمين بيها زي البلاد التانية يعني. مرسى مطروح يعني، راس البر مثلا ما شاء الله يعني، البلد من اولها لاخرها مهتمين بيها. اسكن، مش عارفة، شرم الشيخ بقى اللي هي البلاد الحلوة دي، لكن مرسى مطروح هي فيها بحر جميل قوي ما شاء الله.
بس البلد انا لفتها بلد شعبية قوي، بسيطة قوي قوي يعني. هنا بقى كنا هنا يعني هنا كنا وصلنا، فكان الاختيار يعني في اختيارين، يا نقعد اللي هي على شمسية بالكراسي، يا نقعد اللي هو ايه الخيمة. في خيام اللي هي مفتوحة بالظهر ده، وفي خيام كانت مقفولة من الظهر. الشمسية والكراسي ب100، الخيمة كانت ب200. فاحنا عشان كان معانا شنط بقى وكنا عاوزين نقعد براحتنا يعني، خدنا اللي هي ب200 دي، اللي هي الخيمة المقفولة. آه هنا بقى كنا غيرنا وحطينا هدومنا وحطينا الشنط بتاعتنا والحاجة، وندى كانت قاعدة تلعب. الوقت ده بقى كنت انا وايه كنا رايحين، المفروض احنا رايحين نغير هدومنا يعني. احنا هنا واصلين حوالي الساعة، كانت الوقت كده كان الساعة 9 الصبح. المية كانت تلج، كانت تلج بمعنى كلمة تلج يعني. انما الجو كان لطيف حلو، المية بس اللي كانت ساقعة شوية. بصوا يا جماعة، هو الشط معقول حلو، المية تحفة، لكن ابشع حاجة في الشط هناك كان موضوع الحمام. هو اصلا منفعش نقول عليه حمام، هو علبة صفيح كده، مكان صفيح فيه قعدة بس، مش اكتر من كده. ويا ريت يعني، يا ريت الحمام كان نضيف. انا حرفيا دخلت، انا طلعت جري من الحمام كنت هرجع. مش مهتمين بالنظافة، مفيش نظافة اصلا، مفيش مية، قافلين المية، مفيش مية. وكل ده كوم ويقول لك الدخول ب5 جنيه. حصل خناقات كتير يومها، وحصل مشاكل كتير. ناس الشكل اللي هو يا جماعة، ما احنا طول اليوم ودافعين 200 جنيه للشط، خلاص يعني خلوا الحمام حتى يعني مفتوح عادي بقى من غير فلوس. لا، داخلة تغيري، داخلة تعمل اي حاجة، 5 جنيه. اللي هو طب خلاص نضفوا الحمام واحنا ندفع، مفيش نظافة. انا زعقت، طب خلوا حتى الحمام نضيف، احنا حرفيا مش قادرين ندخل الحمام. بصوا، هو ده الحمام، الصفاحة الزرقاء دي وعليها خزان، وكنا روحنا هنا قالوا ده رجالي. بس في الاخر عشان ده الوحيد اللي فيه دش، اللي هو الحديدة اللي طالعة بره اللي بتاع الزرقاء دي، يعني حتى الدش مش جوه الحمام مثلا، لا، لازم تقف بره يعني ايه، تشطف بره بهدومنا بقى. هي دي بقى اللي كان بتاعة الحريم. شفتوا اصلا معلهاش خزان مية، مفيش فيها مية، واللي واقف ده بياخد 5 جنيه من اي حد داخل، بيوقفك طابور كده. فكان موضوع الحمام ده سيء اوي بصراحة. الاتوبيسات دي كانت بتاعتنا، احنا كنا رحلة 4 اتوبيسات. احنا نزلنا المية بس حوالي الساعة 3 كده. كانت المية معقولة، بس كان الموج عالي اوي بصراحة. المية كانت حلوة يعني. نزلنا وبعدين طلعنا بقى، قلنا نجري بسرعة نلحق نلبس قبل الزحمة والعدد ده كله، لأنه زي ما شفتوا هو كان الحمام ده بس اللي فيه مية عشان الناس تستحمى يعني وتشطف فيه. هنا بقى كانوا قالوا المكان اللي بعده هنروح حمام كليوباترا. واحنا وصلنا بقى حمام كليوباترا، برضو كانت التذكرة دخول ب10 تقريبا، ب10. دخلنا بقى، كله قال بقى خشوا وتصوروا وكده يعني. كانت الساعة حوالي 6 أو 6:30 كده. وصلنا حمام كليوباترا هنا، وكله بقى كان قاعد يتصور. بس مش عارفة يعني، برضو الواحد كان بيسمع حمام كليوباترا انها يعتبر احلى منطقة شفتها في مرسى مطروح، عدينا عليها يعني. كان مكان اسمه بورتو مطروح، هو ده اللي لقيت بقى في بسين، في كذا بسين يعني، ومكان عامل زي الكومباوند كده مقفول، والبيوت فيه او الشقق فيه كان شكلها حلو اوي، شاليهات الوان كده وشكلها حلو، والبسين والخضرة والحاجات دي. لكن باقي الاماكن زي ما انتم شايفين كده صحراء، بيوت مهدودة، حتت خرابة، مفيش فيها سكن يعني، مفيش فيها يعني، مفيش فيها، مش عارفة، مفيش فيها اهتمام خالص. البلد مش مهتمين بقى خالص. البلد كلها يعني المفروض ده مكان سياحي اللي هو حمام كليوباترا دوت، الدخول فيه بتذاكر وكده، يبقى فيه شوية اهتمام. لا، هو المكان زي ما انتم شايفينه حلو وجميل واثري وكل حاجة، لكن البلد يا جماعة، البلد مهملة قوي. وده مش رأي الواحد يعني، ده كان رأينا كلنا مش كعيلة، لا، برضو الرحلة كلها كانت رأيها ان هو كله بصراحة قال لا، ما عدناش هنيجي تاني. انا مش عارفة بصراحة، هل احنا بقى ظلمنا البلد ولا لا؟ بس احنا مشينا فيها كتير، لفنا فيها كتير قوي قوي بصراحة، ما شفتش فيها فعلا مكان حلو الا بورتو مطروح. غير كده البيوت كلها شعبية، الاماكن شعبية يعني. شفت ناس كتير قوي مصيفين نازلين يأجروا، نازلين في عمارات او بيوت
بيوت سكنية قوي، بيوت اللي هي بيوت قديمة قوي. يعني يا جماعة انتوا جايين، بحس ان هو البلد دي اللي بيجيلها من سفر. ده لو اقرب حاجة ليك اسكندرية بيجي من سفر يجي 3 ساعات. فحاسة ان هو البلد محتاجة اهتمام اكتر من كده بكتير بصراحة. او مش برضه برجع اقول مش عارفة، انا حاسة ان في ناس كتير هتختلف معايا في الرأي ده، لان برضه اكيد مرسى مطروح لها لمحبينها وعشاقها. انا بسمع ناس بتعشقها يعني، بس معرفش هل سبب عشقهم ده بقى البحر بس، ولا البلد كلها بقى، ولا ايه؟ لان هو اللي عجبني فيها البحر بصراحة، والرملة والجو والكده. لكن البلد كبلد ان انت تمشي فيها او تأجر فيها وكده، لا بصراحة لا. آه، وموضوع الحمامات كان ابشع حاجة في اليوم. موضوع الحمامات ده احنا حرفيا كنا خلاص، يعني كنا فعلا عايزين نروح بقى. يعني حتى روحنا سوق ليبيا ده كنا عايزين ندخل حمام بقى قبل ما نسافر وكده، وما كناش دخلنا من ساعة ما كنا في الشط. تخش الحمام يقولك 5 جنيه، كل حاجة 5 جنيه 5 جنيه. واقسم بالله اقسم بالله ان انت تخش الحمام حاجة بشعة. خلاص يا جماعة، انتوا بتاخدوا فلوس على الحمام تنضفوها. انا قلت لهم كده، قلت لهم نضفوها، انا مش قادرين ندخل. والله العظيم ان احنا دفعنا الفلوس ودخلنا الحمام، اقسم بالله ان انا خرجت مفيش صرف، مفيش نظافة، مفيش مية. مش قادرة، مفيش، كلنا كده بجد يا جماعة. مفيش حاجة خالص، مفيش اي اهتمام ولا نظافة. نروح يقولك روح البنزينة، نروح البنزينة، الحمامات كويسة بس يقولك لا مقفولة، مش عايزين يدخلوا حد. طب انتوا مثلا، ما انتوا معرضين ان حد يجي يوم رحلة يوم واحد اي حاجة، خلاص يعني انتوا بتاخدوا فلوس بقى، ظبطوا بقى، ظبطوا المكان، نضفوه. على الاقل لما تاخدوا فلوس بتاخدوها على اساس حاجة يعني. انما لا، الموضوع كان صعب اوي بصراحة يعني. الواحد احنا فضلنا عايزين ندخل حمام لحد ما وصلنا الاستراحة اللي هي في نص الطريق، لما كنا يعني خلاص بصراحة. فموضوع الحمامات ده كان صعب، وكان شكوى من الكل. المهم هنا بقى الناس كانت، دخلنا حمام كليوباترا هنا. آه قعدنا بقى كله بقى قعد يتصور شوية ونصور بعض فيديوهات بقى وحاجات من دي، ونصور المكان. انا كنت فاكرة انا هلاقي تمثال، هلاقي حاجة جوه، بس انا لقيت زحمة ما شاء الله، ناس كتير اوي. شوفوا ناس كتير اوي داخلة، وكنت لقيت ناس بتطلع من المكان اللي هنجيبه هيجي دلوقتي. لقيت ناس بتطلع، فكرت ان في حاجة جوه، اتاريهم جايين من البحر، بيطلعوا فوق الصخرة دي بينطوا، ويقوموا جايين داخلين من الفتحة دي. ودي برضو فتحة اللي هي منورة، دي فتحة برضو بتطلع على البحر على طول. شوفوا الناس بتدخل هنا، انا كنت فاكرة برضو ناس في حاجة جوه او كده، طلع ان هو ممر بيطلع على البحر يعني. هو المكان كان جو حلو. وهنا بقى كنا رحنا السوق بقى، اتسوقنا برضو ولفنا في السوق شوية، وقعدنا بقى شربنا شاي وقهوة وكده، وبعدها بقى مشينا ووصلنا تاني يوم حوالي الساعة 9 وشوية كده. المهم بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما حدش يزعل مني، يعني الناس اللي بتحب مرسى مطروح متزعلش مني. هو ما اعرفش بقى التجربة في يوم الواحد دي اللي ظلمته ولا ايه. المهم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتتابعوا القناة.